السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي طلاب أولى إعدادي، أهلا بيكم في فيديو جديد ودرس جديد بعنوان Scientific Notation Lesson 3. ورقة وقلم ويلا بينا. حبايبي من كل مكان، وصلنا مع بعض Lesson 3 بعنوان Scientific Notation، وتعالى نعرف مع بعض يعني إيه أصلا Scientific Notation. ركز بقى كده معايا الله يكرمك. بص بقى معايا يا حبيب قلبي، ايه الساينتفك نوتيشن دي بقى؟ انا بقى الخص لك الامر كله عشان تبقى فاهم معايا احنا بنعمل ايه في الدرس. وليكن لو انا معايا مثلا حد عارف مثلا ثروه مثلا ايلون ماسك مثلا. ايلون ماسك الفلوس معاه فلوس قد ايه؟ طبعا انتوا عارفين ان هو راجل ما شاء الله معاه فلوس كتير جدا، فهنقول 3 جنبها 0 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 0. تمام. هو طبعا معاه اكتر من كده بكتير، بس احنا بنفترض يعني. تمام. طبعا لو انا جيت سالتك على ثروتك انت هتقول لي يا مستر 3 وجنبها 0، هتعمل لي كده اهو صح، هو 0 1. تمام. طيب بص بقى كده معايا، كل ما في الامر الدرس بتاع النهارده بيقول لي لو انت معاك نمبر كبير قوي كده، نمبر كبير قوي كده، تمام كده، قال لك انت بدل ما تكتبه كده بالطريقه دي وتتعب نفسك وتقعد تكتب 3 0 0 0 0 0، تمام، فانت بتروح تكتب النمبر الكبير ده بطريقه اسمها الساينتفك نوتيشن، هنعرفها مع بعض. تمام. يبقى تاني بنروح نكتب النمبرز الكبيره جدا دي بطريقه اسمها الساينتفك نوتيشن. هو ده درس النهارده، بيدينا نمبرز معينه، سواء نمبرز كبيره جدا او نمبرز صغيره جدا، بنروح نكتبها بطريقه اسمها الساينتفك نوتيشن. برضو لو انت عندك حاجه صغيره قوي قوي قوي، زي لما اجي اقول لك مثلا كده، عارف النمله، تمام كده، النمله دي، تمام، عايزين نقيس النمله دي قد ايه. طبعا هتلاقي ان النمله دي حاجه صغيره جدا جدا جدا، ممكن نقول ان هي 0 بوينت، او انت عارف ان انت لو بصيت على ايدك دلوقتي ان في جراثيم على ايدك بس انت مش شايفها بعينك. طيب الجرثومه دي لو احنا عايزين نشوف اللينس بتاعها او السمك بتاعها او اي حاجه بتاعتها، هتلاقي حاجه صغيره جدا، ممكن نقول 0.0000007 مثلا. يبقى سواء حاجه صغيره جدا او حاجه كبيره جدا احنا بنكتبها بطريقه اسمها الساينتفك نوتيشن، وهو ده الانترودكشن بتاع الليسون. تعالى بقى يا ترى النهارده كلنا متحمسين ان شاء الله، تمام كده، نعرف يا ترى ازاي هنكتب اي نمبرز من دول بطريقه الساينتفك نوتيشن، ويا ترى هي شكلها عامل ازاي اصلا. يلا بينا. الساينتفك نوتيشن حبيب قلبي ده الشكل بتاعها عباره عن A تايمز 10 باور n. انا هفهمك، ما تقلقش ما تخافش، اتقل معايا وهتفهم. عباره عن نمبر تايمز 10 باور نمبر بس. يبقى الساينتفك نوتيشن عباره عن ايه؟ A ملتبلاي 10 باور n. طيب تعال نشوف مين الاي ومين الان. ال10 كده كده معروفه اساسيه. طيب والله قال لك ان الاي دي الابسوليوت بتاعها جريتر ذان اور ايكوال 1 وليس ذان 10. يعني ايه يا مستر؟ مش فاهم. كلمه الابسوليوت بتاع الاي دي معناها ان براحتك يا غالي، لو الاي نيجاتيف الاي بوزيتيف عادي، لان كده كده هو بيقول لك ان الابسوليوت بتاعها سواء كانت نيجاتيف او بوزيتيف مفيش مشكله. لازم تبقى من اول 1 لحد قبل ال 10. يعني ينفع تبقى ب 1 2 ايوه 3 ايوه 10 لا. طب لو 9.999 تنفع، المهم ان هي من اول 1 لحد قبل ال 10. طب ينفع تبقى نيجاتيف 3.5؟ يا عم مالكش دعوه نيجاتيف ولا بوزيتيف، المهم ان هي من اول 1 لحد قبل ال 10. طب والان بقى، الان دي بقى قال لك الان دي بلونج للزد. الزد يعني الان دي ممكن تبقى 0، الان دي ممكن تبقى بوزيتيف 1 2 3 اي انتجر، الان دي ممكن تبقى نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3. يبقى بمنتهى البساطه انا عندي شكل للساينتفك نوتيشن. ايه هو الشكل؟ يلا قول من غير ما تبص. الشكل ده عباره عن A تايمز 10 باور n. مين الاي؟ ممكن تبقى بوزيتيف وممكن تبقى نيجاتيف، وهي عباره عن من 1 سوري لحد قبل ال 9. طب ومين الان؟ الان دي انتجر 0 او بوزيتيف او نيجاتيف، ما ينفعش تبقى فراكشن، ما ينفعش تبقى ديسيمال. تمام؟ طيب خلاص، في اي مشكله كده؟ تعالى برضه انت لسه مش فاهم ولا يهمك، مجرد ما احل معاك اول مساله هتفهم. بص كده بيقول لك ايه؟ which of the following numbers is written in scientific notation. يعني مين هنا مكتوب في الساينتفك نوتيشن ومين لا؟ تعال نشوف. مش ده احنا قلنا يبقى من اول 1 لحد قبل ال 10؟ ما هو اهو اكتر من ال 1 واقل من ال 10، يبقى دي اتحققت صح.
وال10 موجوده، والحمد لله ال8 من الزد، يبقى ده مكتوب في الساينتفك نوتيشن. تعالى نمبر 2، ايه ده 45 يا مستر يا لهوي، 45 يا مستر يا لهوي، يبقى دي مش ساينتفك نوتيشن، لان المفروض من اول 1 لحد قبل ال10. طب تعالى نمبر 3 كده، مستر انا ماليش دعوه نيجاتيف ولا بوزيتيف، عادي النيجاتيف او بوزيتيف عادي، بس هي مش اقل من ال10 اهي واكبر من ال1 او ايكوال 1، مش هي بين ال1 لحد اقل من ال10، يبقى دي نافعه اهي، والباور ده انتجر، يبقى دي ساينتفك نوتيشن يا باشا. تمام اهي. طيب دي ساينتفك نوتيشن، تعالى كده، ايه ده 0.72، دي حاجه اقل من ال1 لسه ما كملتش ال1، يبقى دي مش ساينتفك نوتيشن. طب دي 1 عادي تبقى ب1، ما احنا قلنا ايه؟ قلنا ان الابسوليوت بتاع الايه جريتر ذان اور ايكوال 1 وليس ذان 10، يبقى عادي يبقى ب1، يبقى دي ساينتفك نوتيشن. طب دي هوبا دي مش ساينتفك نوتيشن. واحد يقول لي ليه يا مستر، ما دي اهي بين ال1 وال10، انت بتضحك علينا. هقول لك عشان بص الباور ديسيمال، الباور ده نوت بيلونج للزد، وهو لازم يبقى زد، يبقى دي مش هتنفع. تمام كده حبيب قلبي، انت الحمد لله دلوقتي قدرت تحدد الحاجه اللي قدامك دي ساينتفك نوتيشن ولا لا. طبعا انت لسه اكيد هتتعلم ازاي تكتب الحاجه في الساينتفك نوتيشن، اتقل. طيب اتقل تاخد حاجه نظيفه. بص بقى كده معايا، يلا بينا، مش عايزين بقى نكبر المواضيع ونقفر الدنيا. اقرأ السؤال قبل ما تحل، عشان انت ما بتروحش كده زي بسرعه كده تحل اي حاجه. Write each of the following in scientific notation. اكتب بالساينتفك نوتيشن. تعالى بقى بص بقى انا هعمل ايه. النمبر ده مش مكتوب بالساينتفك نوتيشن وانا عايز اكتبه بالساينتفك نوتيشن. بص بقى اول خطوه بعملها ايه، بروح اشوف الديسيمال فين. النمبر ده يا مستر من غير ديسيمال اصلا. بص بقى كده، مش ده من غير ديسيمال؟ يا مستر اي نمبر من غير ديسيمال يبقى الديسيمال بوينت بتاعته في الاخر، انت عارف الكلام ده من زمان اهو، يبقى اكيد الديسيمال بتاعته هنا. بس احنا مش هنروح، ما بنروحش نكتبها لان ملهاش لازمه، بس انا دلوقتي محتاجها. اول خطوه علشان اكتب اي نمبر في الساينتفك نوتيشن، اكتبها عندك في الورقه والقلم وقوم من على السرير يلا، ان الديسيمال بوينت لازم تبقى عارف هي فين، لو موجوده تمام، مش موجوده حطها في الاخر. حطيتها اهو. طيب هنا طبعا انا هتحرك ليفت اهو، اكيد مش هتحرك رايت، يعني مفيش حاجه رايت اتحرك فيها. تعال نشوف هنتحرك كم مره. ادي 1، ادي 2، ادي 3، امشي معايا واحده واحده هتفهم، ادي 4، ادي 5، ادي 6. لو وقفت هنا هتبقى مصيبه، هتبقى 82، ما ينفعش. هتحرك تاني. طب هنا لو وقفت هنا هتبقى 8، لو الديسيمال بقت هنا هتبقى 8.2، هتنفع. طب ليه يا مستر ما اتحركش تاني واقف هنا؟ هتبقى 0 بوينت، هتبقى 0 بوينت مش هتنفع. تمام، يبقى انا اتحركت كم مره؟ 1 2 3 4 5 6 7 7. يبقى نزل بقى خلاص، الديسيمال بقت هنا احنا اتفقنا، فالاجابه بقت 8.2 تايمز 10 من عندك. طب 10 باور كام بقى؟ مش احنا اتحركنا كم مره؟ اديني بعد تاني، 1 2 3 4 5 6 7. اتحركت 7 ليفت ولا رايت؟ ليفت. لو اتحركت ليفت يبقى ال7 بتاعتك تتكتب بالبوزيتيف. طب يا مستر لو اتحركت رايت يبقى كنا هنكتب نيجاتيف 7. يبقى وانا بتحرك ليفت الباور بتاعي بالبوزيتيف. طب وانا بتحرك رايت الباور بتاعي بالنيجاتيف. اللي ما فهمش الاولى يفهم الثانيه. مستر انت عايز تكتب النمبر ده بالساينتفك نوتيشن؟ يا حبيبي. طيب اول حاجه خالص هعملها اروح اشوف فين الديسيمال بوينت. اهي الديسيمال بوينت اهي، الحمد لله موجوده. طيب اروح احرك الديسيمال بوينت، احركها يا مستر لحد ايه؟ لحد ما يبقى النمبر بتاعي جريتر ذان اور ايكوال 1 وليس ذان 10. يلا اتحرك اكيد كده بقى. ادي مره 2 3 4 5. ينفع اقف هنا؟ لا، لو وقفت هنا هتبقى 0.1 مش هينفع. طب لو وقفت هنا هتبقى 1 بوينت. بص لو وقفت هنا اهو هتنفع يا باشا، هتبقى 1 بوينت. طب لو اتحركت تاني كانت هتبقى 13 بوينت، مش هينفع 13، اخرك اقل من ال10. تمام، يبقى خلاص، يبقى الاجابه 1 اهو. بص كده الاجابه 1.35 تايمز 10. 10 باور كام يا مستر؟ تعال نعد. 1 2 3 4 5 6.
6 يبقى 10 باور 6، بس انت اتحركت رايت، اتحركت رايت يبقى الباور بالنيجاتيف. الله يا مستر دي جميله جدا. تعالى واحده كمان يلا. بص بقى، شايف طبعا السؤال نمبر 4 ده؟ تمام، ده مش على الساينتفك نوتيشن يا حبيب قلبي. ليه؟ عشان بص دي اقل من ال1، فانت محتاج تظبطها. واحد يقول لي يا مستر امال ايه دي بقى؟ ايه البتاعه دي؟ يا عم ولا يهمك، فكك منها خالص. يلا، الديسيمال هنا، فانا حبيب قلبي هتحرك مره واحده بس يمين، هجيبها هنا عشان تبقى تظبط. يلا، اول ما اتحرك الديسيمال اكتب يلا 2.48 اهو تايمز 10. اتحركت كم مره؟ مره واحده يمين، مره واحده يمين، يبقى الباور نيجاتيف، يبقى نيجاتيف 1. وشايف دي نزلها زي ما هي. ايه ده يا مستر؟ دي هتنزل زي ما هي 2.48 تايمز 10 تنزل، وانت عارف لو البيز زي البيز نزل واحده من البيز واعمل بلس للباور، اعمل بلس للباور، هوبا اعمل بلس للباور، يبقى نيجاتيف 1 بلس نيجاتيف 7 يديك نيجاتيف 8. وشكرا. تمام؟ في اي مشكله كده حبيب قلبي؟ اظن الحمد لله الدنيا بسيطه. طيب اكتب ورايا لو سمحت. تعالى هنا بقى نفس الكلام، ادي الديسيمال اهي، الديسيمال بوينت اهي، حركه ادي مره، ادي 2، ادي 3، ادي 4، هقف هنا عشان تظبط، بس في نيجاتيف ما تنساوش، يبقى نيجاتيف 1.5 تايمز 10. 10 باور كام يا مستر؟ احنا اتحركنا كام مره؟ ادي مره، ادي 2، 3، 4، 4 يمين، يبقى نيجاتيف 4. تمام؟ طيب وما تنساش دي انزلها يا مستر ولا يهمني اهو، اروح انزل نيجاتيف 1.5 تايمز 10 تنزل عشان البيز زي البيز، واعمل بلس للباور، امسك الكالكوليتور او بدماغك، نيجاتيف 4 بلس نيجاتيف 9 يديك نيجاتيف 13. حل زي ما انا بحل، ما تروحش تستخدم الكالكوليتور. طيب خلاص، في اي مشكله؟ الحمد لله بسيطه. بسم الله الرحمن الرحيم اتمنى ان حضرتك تخلي عندك دم حبيب قلبي اهو، اجي ابوسك اهو، بس بالله عليك حل لي دول، حل دول وشوف نفسك هتعرف تحل ولا مش هتعرف. يا ريت تكتب لي دول في صوره الساينتفك نوتيشن، وتكتب لي الاجابات بتاعتهم في الكومنتات، وهنرد عليك يا حبيب قلبي. هنشوف مين اللي هيحل الستة دول صح باذن الله. اللي هيحل الستة دول صح ان شاء الله هيكسب معانا فيديو حل الواجب على الليسون ده. اقول تاني، اللي هيحل الستة دول صح هيكتب كده 1 كذا 2 كذا 3 كذا 4، هيحل الستة صح، تكتبهم في كومنت واحد باذن الله هيكسب معانا فيديو حل الهوم ورك على الدرس ده مجانا. طبعا الكلام ده للطلبه اللي مش مشتركه، لكن حضرتك كده كده مشترك برضه عايز تحل حل خير وبركه يعني. تمام؟ الكلام ده للطلبه اللي غير مشتركه، لكن كده كده حضرتك هو مجرد هياخد فيديو الواجب بس، انت معاك فيديو الواجب ومعاك الواجب ومعاك الامتحان، وانا نفسي معاك، كل حاجه معاك. تمام؟ طيب بص بقى، عندنا طريقه بقى اسمها الستاندرد فورم. ايه ده بقى يا مستر؟ ده بقى مش هو ده اللي احنا كنا متوقعينه منك يا عم، افهم بس الاول. طيب بص يا حبيب قلبي، هيجيب لك نمبر بالساينتفك نوتيشن وانت تخليه بالستاندرد فورم. تعالى افهمك ازاي. بص كده بيقول لك ايه؟ write each of the following in standard form. هو ايه الستاندرد فورم بقى؟ فاكر يا واد الثروه؟ تمام؟ فاكر الثروه بتاعت ايلون ماسك اللي انا كنت كاتبها 300000؟ دي ستاندرد فورم، اللي هو لما بتكتب النمبر مفكوك عادي، اللي هو لو انا جيت قلت لك معاك فلوس قد ايه، تعالى بقى افهمك. انا اسالك يلا انت يا ابني معاك فلوس قد ايه؟ انا معايا 3 مليون جنيه يا مستر. طب تعالى، طبعا انت معاك 3 مليون جنيه في تقريبا على بابجي صح؟ طيب ادي 3 مليون اهو، يبقى 3 وجنبها 6 زيروز كده، دي كده دي اسمها ستاندرد، وانت اصلا عارف الكلام ده من زمان. طب لو واحد تاني بقى قال لي يا مستر، بقول له يا مستر انت معاك قد ايه؟ هو قال لي معايا 3 مليون جنيه، بس بص هيكتبها ازاي؟ 3 تايمز 10 باور 6. ما هي دي معناها 3 مليون برضه. ما انت عارف بقى، انت نسيت ولا ايه الديسيمال هنا؟ 1 2 3 4 5 6 حطيناها هنا، يبقى 10 باور 6 عشان اتحركت بالليفت فالباور بوزيتيف. ده اسمها ساينتفك نوتيشن. صح؟ يبقى ده ستاندرد وده ساينتفك نوتيشن، ولكن الاثنين بيعبروا عن نفس الكميه. طيب تعالى بقى هنا بقى،
مش ده باور 5؟ هيحرك الديسيمال 5 مرات يمين. اوعى بقى تلخبط بين دي وبين اللي من شويه بالله عليك. انت عارف عامله زي ايه؟ انا جيت عندك دلوقتي كده، انا مشيت 3 خطوات قدام عشان اجي لك. لو عايز ارجع مكاني يبقى هرجع 3 خطوات، صح؟ فهو ده نفس الموضوع بالظبط. دي 5 يبقى انا هحرك الديسمال 5 مرات يمين. ادي حركتها مره اهو، كده فاضل 4 مرات، يبقى احط مكانهم 4 زيروز، يبقى 3 7 واحط 4 زيروز. باشا تعالى اللي بعدها. ده باور ايه ده؟ نيجاتيف. هتحرك ناحيه الليفت كم مره؟ 3. والله ادي اتحركت مره ليفت، فاضل مرتين، حط مكانهم زيرو هين. بعد كده حط الديسيمال بوينت بقى، وحط زيرو من عندك شياكه، لزوم الشياكه. اللي مش فاهم تعال. رايت each of the following in standard form. تعالى هنا، الباور ده ايه؟ ما لو انت والله لو قلت معايا لا تفهم، ايا كان لو انت مستواك بطيخه هتفهم. تعال، مفيش اسهل من كده والله. ده باور ايه؟ نيجاتيف 5. باور نيجاتيف، صح؟ نيجاتيف 5 هتحرك 5 مرات ليفت. ادي اتحركت مره، فاضل 4. حط 4 0 1 2 3 4. ما تنساش تحط الديسيمال من عندك وزيرو هديه، ونزل النيجاتيف اللي موجود. شكرا. تعالى هنا، باور 4 4 مرات يمين، ادي مره ادي 2، فاضل مرتين، حط مكانهم زيرو هين. تمام؟ طيب طبعا بقى ركز بقى فيه، ده اكزامبل مش اكتر. طبعا انت عارف البلانتس اللي عندك انت بتدرسها في الساينس، وعارف بقى ان مين اقرب واحد للشمس ومين ابعد واحد، وانت عارف الكلام ده كله. طبعا انت عارف ان كل كوكب ليه ديستانس فروم ذا sun، كل كوكب ليه مسافه عن الصن. انت عارف بقى اللي في واحد بعيد جدا، في واحد قريب، اقرب واحد. طيب بص بقى كده معايا يا حبيب قلبي. هو طبعا بيقول لك عايزين نرتبهم من الكلوزست للفارزست. طيب بص بقى كده معايا بمنتهى البساطه، ركز بقى الله يكرمك. المفروض عشان نرتب فاحنا عايزين نعرف مين الاصغر ومين الاكبر. مبدئيا لما اجي اقول لك مين اكبر واحد هنا، بص على الباور. ده باور 9 وده عنده باور 9، يبقى دول اكبر 2. طب مين اللي اكبر فيهم؟ ده 2 وشويه، اما ده 1 وشويه، يبقى ده اكبر واحد، صح كده؟ طيب يبقى عندك ده اكبر واحد لحد دلوقتي. ماشي اهو، بص هو ده اللي هو عمله، اللي عليهم باور 9 هم دول اكبر من دول. تمام؟ طيب بعد كده بقى بدأ يحدد، يعني بدأ يحدد هنا مين اكبر، ده ولا ده؟ ده 2 وشويه، ده 1 وشويه، يبقى ده اكبر. تمام؟ يبقى اورانوس اكبر اهو، ده كده اول واحد اهو، ده كده اكبر اهو بدأ يحدد هنا اهو. طب هنا مين هنا اللي اكبر؟ ده اللي اكبر، بدأ يكتب ان ده هو اللي اكبر. بعد كده بقى اخر حاجه لما يجي يرتب بقى، ركز بقى كده معايا. هو طبعا احنا عايزين من القريب للبعيد، من الاصغر للاكبر اهو. يبقى ده اصغر واحد اهو، ده اكبر شويه اهو، بعد كده ده اكبر تاني، بعد كده ده اكبر خالص. اللي مش فاهم السؤال تعالى كده اهو افهمك. هنا هو عايز يرتب ديسندنج، يعني من الكبير للصغير. مين اكبر حاجه اللي عليه اعلى باور؟ هنا باور 5 باور 4 باور 8 باور 8 باور 4، يبقى دول اكبر 2. مين اللي اكبر؟ دي 1.1 دي 7.8، يبقى اكيد يا حبيب قلبي دي اللي اكبر، دي اكبر واحده، يبقى دي نمبر 1. بعد كده دي نمبر 2. ايه يا عم بالراحه، انا بتخانق ولا ايه؟ طيب بعد كده دي نمبر 2. مين اللي اصغر شويه؟ اكيد ام باور 5، يبقى دي نمبر 3. بعد كده عندك دي ودي، دول اصغر 2. بس مين اللي اكبر؟ دي اللي اكبر منها، يبقى دي نمبر 4. وبعد كده دي اصغر واحده خالص اللي هي نمبر 5. يبقى انا ببص على الباور، بعد كده ابص على النمبر. يعني انا عايز اقول لك على معلومه جامده جدا. لو جيت قلت لك 99 تايمز 10 باور 5، وجيت قلت لك 1 تايمز 10 باور 6، ما تجيش تقول لي يا مستر بص جيش تقول لي يا مستر ده هنا 99 دي كبيره. لا خلاص، ده بقى ده عليها باور اكبر، يبقى اكيد دي اللي اكبر. ايا كان في اي سؤال اللي الباور بتاعه اكبر هو اللي اكبر. طيب طبعا ركز بقى كده معايا يا حبيب قلبي. اخر حاجه في الليسون ده ان شاء الله، وهي بسيطه جدا. انا عايزك بص تاخد نفس كده، تفرد ظهرك كده، خلاص افرد ظهرك وارتاح، يلا. تمام؟ الاوبريشنز اون نمبرز ان ساينتفك نوتيشن. هنشرح حاجه اسمها الاوبريشن على الساينتفك نوتيشن.
يعني ايه كلمه اوبريشن وخدتها معايا في الترم الاول؟ يعني انا اعلمك ان شاء الله ازاي تعمل بلس وتعمل ماينس وتعمل تايمز وتعمل ديفايدد للساينتفك نوتيشنز. اول ما اخلص الاربع مسائل دول هيبقى الدرس بتاعنا كله خلص بالتفصيل الممل بكل الافكار بتاعته، وتنتظرني بقى ان شاء الله في حل الاكسرسايزز بتاع الكتاب المعاصر. تمام؟ طيب تعال، اول سؤال هنبدا بيه هو البلس. طبعا اول حاجه بس مطلوب منك تعرفها ان لازم تخلي دول نفس الباور، يا اما الاثنين يبقوا باور 5 يا اما الاثنين يبقوا باور 6. ايه الاسهل؟ يعني انت واحده هتلعب فيها والثانيه مش هتيجي جنبيها، هتمسك دي تلعب فيها تخلي الباور بتاعها 5. تمام؟ طيب مستر بمنتهى البساطه كده انت عايز تخلي دي باور 5 صح؟ اي 10 باور 5 اهي. انا هقولها لك بطريقه سهله، حرك الديسيمال بوينت دي مره يمين، مره واحده يمين، قلل الباور ده 1 اهو. ما لما جت هنا بقت هنا ملهاش لازمه، فبقت 23 تايمز 10 باور 5. اللي عايز يفهم اكتر بص يا حبيب قلبي، انا هفهمك هنا وبعد كده همسح. مش انت الديسيمال دي لو انت حركتها مره يمين كده اهو 23 تايمز 10، انت حركت مره يمين، اوعى تنسى اول الدرس يمين يبقى الباور نيجاتيف، يبقى نيجاتيف 1، ونزل ال 10 باور 6 كنت بحل معاك والله. يبقى 23 تايمز ادي 10 باور، اعمل 6 بلس نيجاتيف 1 يديك 5. انا بس عملتها لك على طول مره واحده مش اكتر. تمام؟ طيب خلاص، يبقى انا لو انا قللت الباور ده واحده احرك الديسمال مره يمين. طب لو انا عايز اخلي ال 10 باور 6 دي 10 باور 4، اشوفك فهمت ولا لا؟ اهو عايز اخليها 10 باور 4، يلا كده 10 باور 4 اهو. يبقى همسك الديسمال دي حركها مرتين يمين، ادي حركتها مره وفاضل مره احط زيرو. فاهم؟ كل ده نفس الحاجه بالظبط. طيب المهم الحمد لله دي بقت خلاص كده اهي. اثبتي بقى اثبتي، ودي هننزلها زي ما هي. يا لهوي عليكي، تعال ركز معايا. دي بقت 23 تايمز 10 باور 5، ودي بقت يا باشا 3.7 تايمز 10 باور 5. مش هاجي جنبها خلاص. في اي مشكله؟ انا ما عملتش اي حاجه غير ان انا عدلت دي فقط. طيب هنا في 10 باور 5 وهنا 10 باور 5، خد 10 باور 5 كومن. لما خدت من هنا 10 باور 5 اتبقى 3.7. لما خدت من هنا 10 باور 5 طبعا دي بلس فهينزل بلس عادي. تمام؟ ولما خدت من هنا 10 باور 5 اتبقى 23. اعمل دول بلس 23 بلس 3.7 حتى بالكالكوليتور يا عم مفيش اي مشكله. هيديك ايه؟ 26.7. وعندك تايمز 10 باور 5. اسالك سؤال، هو كان عاوز ايه؟ كان عاوز ان هي تكون على الساينتفك نوتيشن اهو. تمام؟ اهو. طبعا دي مش على الساينتفك نوتيشن، فانت هتعمل ايه؟ اغير لك اللون يا عم عشان لو انت نايم. ادي الديسمال بوينت هتتحرك مره هنا ليفت، هتيجي هنا اهو هتبقى 2.67 تايمز 10 باور كام؟ انا اتحركت مره ليفت يبقى تايمز 10 باور 1 اللي هو المفروض ما بيتكتبش. تمام؟ وعندك كمان 10 باور 5 يبقى 2.67 تايمز 10 باور، اعمل لهم بلس يبقى 10 باور 6. عيدها تاني لو انت ما فهمتش عشان مهمه جدا 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 جدا. تمام؟ ودي الاجابه اهي. طيب تعالى يا حبيب قلبي نشوف السؤال ده. مش احنا قلنا ايه؟ لازم دول يبقوا نفس الباور. والله انا هخلي دي زي ما هي اهي. تمام؟ وهمسك هنا باور 9 اخليه باور 8. مستر انت لسه قايل لي معلومه جامده، عايز تقلل دي باور 1 قللها، بس حرك الديسيمال مره يمين، وكده كده فهمتها لك مش ببصمج لك. طيب بعد كده بقى اخد 10 باور 8 كومون، ادي 10 باور 8 اهو، 10 باور 8 كومون اهو. وبعد كده افتح براكت، هنا بقى لي ايه؟ 0.2 ماينس عشان في ماينس 32. تمام؟ انزل 10 باور 8 تايمز 0.2 ماينس 32 هيديك نيجاتيف 31.8. تمام؟ طبعا دي مش على الساينتفك نوتيشن، هتحرك الديسيمال مره ليفت هتبقى نيجاتيف 3.18 تايمز 10. انا اتحركت مره واحده ليفت يبقى 10 باور 1 وعندك 10 باور 8 اهو، يبقى نيجاتيف 3.18 تايمز 10 باور واعمل بلس 1 بلس 8 يبقى 9. يبقى دي الاجابه في الاخر. طبعا لو انت مش قادر تستوعب دي عيدها اكتر من مره وان شاء الله هتفهمها ما تقلقش. بس انا صريح معاك، المهم الجزء اللي في البدايه ده خالص اللي هو ازاي تحول من ستاندرد لساينتفك ومن ساينتفك لستاندرد. تمام؟
طيب خلاص فاضل لنا الحمد لله التايمز والديفايدد. التايمز والديفايدد بقى دايما بيبقوا اسهل، حتى في لما كنا بنعمل بلس وماينس الفراكشن كان البلس والماينس، معلش انا خرجت بره الموضوع، كنا بنعمل لايك دينومينيتور. التايمز والديفايدد مش بنحتاج، هنا نفس الكلام. بص بقى معايا يا حبيب قلبي، طبعا السؤال اللي قدامنا ده ديفايدد، فانا باخد ده ديفايدد ده، ادي 2.4 اهو ديفايدد 1.2 مع بعض، وعندي تايمز اهو، واخد ده كمان ديفايدد ده، ادي اهو 10 باور 11 ديفايدد 10 باور نيجاتيف 4. هنا طبعا هنيجي نحسبها، هتطلع معانا في الاخر 2. تمام، وعندك دي ادي 10 تنزل، ونعمل ماينس الباور عشان ديفايدد 11 ماينس نيجاتيف 4. خلي بالك من الحته دي، 11 ماينس نيجاتيف 4 صح؟ يعني هتطلع معاك 15. وطبعا دي على الساينتفك نوتيشن جاهزه، يبقى 2 تايمز 10 باور 15. تمام؟ طبعا بكده يا حبيب قلبي الحمد لله نكون خلصنا الليسون بتاعنا بالتفصيل الممل. الحمد لله ما سيبناش اي حاجه. الاكسرسايز بتاعت الليسون الحمد لله هتنزل لك على منصه قناه التليجرام. معلش كده سريعا لكل الناس اللي مش مشتركه معانا، ممكن بس سريعا معلش استاذنك اسمعني دقيقه واحده بالظبط، اقول لك بس نظام الاشتراك بتاعنا ماشي ازاي، عشان لو انت عجبك النظام ولا حاجه. بص معايا كده حبيب قلبي، بمنتهى البساطه كده ان شاء الله. يعني انا اول حاجه بعمل لك منصه، تمام، على قناه التليجرام. تمام كده، في اي مشكله؟ طيب ايه بقى الموضوع؟ كل ما في الامر انت بتبقى محمل التليجرام عادي اللي هو زيه زي الواتساب، وبتبقى كده كده انت عندك تليجرام مفيش اي مشكله. حضرتك بتروح تحول المبلغ بتاع الاشتراك على الرقم فودافون كاش او اتصالات كاش، ايا كان اللي يريحك. تمام؟ طيب مستر بعد ما بحول الفلوس بتبعت السكرين بتاعت الفلوس اللي انت حولتها على الواتساب على الرقم ده 0155 48 22 405. في اي مشكله كده في كلامي؟ انا بفهمك اهو واحده واحده اهو. طب انا بعت السكرين على الرقم ده، هتلاقي الاسيستنت بيرد على حضرتك وبيقول لك ابعت لنا مسج على التليجرام. هتبعت مسج السلام عليكم انا حولت الاشتراك. هنروح ضايفين حضرتك على قناه التليجرام بتاعتنا، قناه التليجرام. القناه دي اول ما تدخلها بفضل الله انت مش هتلاقي قناه فاضيه، هتلاقي عليها بقى ايه؟ تعال اقول لك بقى هتلاقي عليها ايه. انا كده قلت لك ازاي تشترك، تعال اقول لك بقى الخدمه بتقدم لك ايه. بص يا حبيب قلبي بمنتهى البساطه كده، ركز بقى كده معايا اهو. انا بقدم لك الحمد لله شرح الدرس اللي هو اصلا بينزل لك على اليوتيوب فور فري، بس على التليجرام بينزل الاول، بينزل بدري، وارد على اليوتيوب يحصل تاخير، فهو بينزل لك هنا الاول. طيب ده طبعا مش ده المهم خالص، مش مهم الشرح. بص بقى على المهم بقى اللي هو بيكون موجود على منصه قناه التليجرام. وانا ببعت لك فيديو الشرح ببعت لك الهوم ورك، باخد لك سكرين الهوم ورك سكرين وابعته لك اهو. بعد كده بتلاقي الاسيستنت بيقول لك فين الهوم ورك، فانت بتبعت الهوم ورك للاسيستنت على نفس رقم الواتساب اللي انا لسه كاتبه. بعد كده بينزل لك فيديو حل الهوم ورك اللي انت حليته عشان تعرف اخطائك وتفهم كويس. بعد كده بيبعت لك امتحان بلينك، بتمتحن وتدوس عرض النتيجه وبتعرف جبت كام في نفس اللحظه اللي بتمتحن فيها، وبيكون بموعد محدد، بسيب لك ساعه كامله تمتحن فيها في اي وقت. بعد كده ببعت لك امتحان تاني، بعد كده ببعت لك فيديو حل الامتحان، بعد كده بتيجي معايا زوم تقول لي مشاكلك. دي الخدمه اللي انا بقدمها لك كلها بمبلغ رمزي جدا في الشهر. وكمان لو عايز تحجز اشتراك الترم كامل بيكون كمان في توفير اكتر، تقدر بفضل الله تعرف كل التفاصيل دي على الواتساب. اظن ان انت مش هتبقى محتاج اي حاجه تاني بعد كل الكلام ده. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، معلش انا طولت عليكم، بالتوفيق ليكم ان شاء الله، مع السلامه.